السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونون بخير. اليوم فيديونا هو البرياني، ان شاء الله ينال اعجابكم ونكون عند حسن ظنكم. طبعا هاي اول ما بدينا هنا صفينا كل كمية الدجاج اللي عندنا، وراح نبدي نحمسهم حمسة زينة، ونظل نقلب بيهم لحد ما نتخلص من المي اللي بيهم والزفرة، ونحمسهم حمسة كل زينة. طبعا أنا الدجاج هنا أنا أكتفي إنه أحط له بس كركم وبصل، ما أضيف أي شي عليه، لأن هم عائلتي يحبوه هيجي. إذا أنتوا تريدون تضيفوا له شي فهذا الشي براحتكم، أنتوا تريدون تخلون يعني تضيفون عليه مطيبات بعد أكثر فهذا شي راجع لكم. طبعا هاي هنا أنا هسه بخرنا الدجاج شوية، غطيناه وبخرناه حتى نتخلص من المي اللي بيه والزفرة. هسه نقلبه همين، نقلبه تقليبه كل الزينة، وبعدين يلا نضيف عليه البصل والكركم. هسه هنا ضفنا البصل عليه، وهمين نقلب ويا البصل، وهمين حتى نتخلص من كل الزفرة اللي بيه. ضفنا عليه الكركم، طبعا أنا الكركم هم أستخدم البادية. وهاي همين راح نقلبه تقليبه زينة، وبعدين نضيف عليه المي، نتركه يفور براحته لحد ما نكمل الحشو احنا مال البرياني. هاي هسه مثل ما مبين عندكم. هاي هنا طبعا انا الجزر انه اسلقه عدل وبعدين اثرمه، دائما هيك افور له شويه مي وبعدين اذبه عدل واثرمه، فدي سهل عليكم الطريق، يعني الثرم مالته مو طبيعي، يصير كل سهل. هاي هنا هسه الدجاج، وهاي هنا ضفنا المي على الدجاج، وراح نتركه يفور براحته ياخذ راحته، احنا نكمل حشونا وتمنا على راحتنا. هاي هنا ضفنا الملح، طبعا انا نضيف 1.5 ملعقة ملح على هاي الكمية اللي عندنا. هاي هنا بعد ما نضج الدجاج وبدأ يستوي، هاي هسه هنا عندنا الجزر استوى، راح نبدي نقلي البوتيتا اللي عندنا. هاي هسه بدينا نقلي بيها البوتيتا اللي عندنا، نقلي كل الكمية اللي عندنا. والبازاليا طبعا أنا هم أسلقها على صفحة همين، يعني أنا حتى إذا أجيبها مجمدة همين أحس بيها قوة، فأعطيها سلقة سريعة حتى تصير مستوية. طبعا هاي البوتيتا كلها أقليها وأخليها على صفحة. طبعا هاي البازاليا مثل ما حكيت لكم عليها. وراها راح نبدي نسوي الشعرية. طبعا الشعرية نبدي نحمسها حمسة لحد ما يصير لونها ذهبي، بعدين نضيف عليها، طبعا أنا أضيف لها من مي الدجاج، ما راح أضيف لها مي عادي، أضيف لها مي الدجاج وأضيف لها مكعب من الماجي. شوفوا شلون طعمها راح يصير، راح ينقلها نقلة ثانية. شوفوا هسه جربوا هاي الطريقة وشوفوها، وراح تندعوا لي عليها هاي الطريقة. طبعا نترك المي ينشف بيها، وبعدين راح نبدي بالتمن. التمن طبعا انا اسوي بازل، هاي ضفت له قطعة من الدارسين وهيل وكبابة، وضفنا عليه كمية التمن اللي عندنا، وراح نتركه يستوي، وشوية قليلة من الكركم والملح، كل قلاص تمن 1 ملعقة ملح، ونتركه يفور. وطبعا ما نخليه يستوي زايد، طبعا انا بزله شوية بيحب حتى بالتقليب ويا الحشو انه ما ينمرد التمن. طبعا هاي هنا أنا هسه راح أبزله التمن بعد ما استوى، راح أبزله ونتخلص من الفوح اللي بيه. وراح نبدي ناخذ حبة بصل وحدة نسويها شرائح، نبدي نحمسها بالدهن حمسة زينة، وبعدين نضيف عليها البازاليا والجزر اللي احنا سالقيهم على صفحة، وراها البوتيتا والشعرية. نبدي نقلبهم تقليبة زينة لحد ما تتلابس عندنا كل المكونات. هاي هسه هنا البصل انحمس. طبعا حبايبي انه انتو اذا تريدون تغيرون شي، تريدون تضيفون شي، فهذا الشي براحتكم انتو. هاي هسه حمص البصل عندنا، راح نضيف المكونات، وطبعا نضيف 1 ملعقة بهارات برياني وملعقة نوم بصرة. وهاي 1 ملعقة النوم بصرة هم شي اختياري لكم، تريدون تضيفوه، بس هي تضيف نكهة كلش طيبة للبرياني.
هاي هسه هنا الشعرية اللي عندنا، راح نبدي نخلط كل المكونات اللي عندنا. هاي بهارات البرياني ضفناها، ووراها ملعقة النومي بصرة مطحونة طبعا، ونبدي نخلطهم كلهم. طبعا حبايبي أتمنى ما تنسوني من اللايك والشير، وأتمنى أن يعجبكم الفيديو. هاي هنا هسه بدينا نقلب كل المكونات اللي عندنا ويا التمن، وهذا الشكل النهاية. إن شاء الله ينال إعجابكم.